الأنعام أحسن من اليهود والنصارى. إذا لا يقول شرعا إن احنا لا نصالحهم ولا نحط إيدنا في إيدهم ولا نثق فيهم ولا في وعدهم ولا في عهدهم ولا أي شيء. يحرم على المسلم أن يشارك غير المسلم من الكافرين في أي عيد من الأعياد. أن أتقدم بالتهنئة القلبية لإخواننا المسيحيين في كل أنحاء العالم بأن يجعل الله هذا العام عاما سعيدا وعام سلام وعام أمن وأمان ومحبة ووئام بين الناس جميعا. ولا يكون إقامة الحد في السر، بل يكون أمام جماعة من الناس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. اقترف هذه الجريمة النكراء يمكن أن يوصف من قريب أو من بعيد، لا بالإسلام ولا بالمسيحية ولا باليهودية، من قريب ولا من بعيد. الأديان بريئة تماما، وكل توجيهاتها وكل نصائحها وكل أدبياتها وكل أحكامها الشرعية لا يمكن أبدا أن تتردى في هذه الوحدة الدموية. قمت بتأصيل علمي أن الأقباط شعب قد انتهى، ليس هناك في الوجود حاجة اسمها الأقباط. تفتيت الشعب المصري هي نقطة، أولا نقطة الأقباط والمسلمين. إذا ما تم هذا وهذه بدأت النظر، فالمرحلة القادمة على المسلمين، وهو بمعنى أن لابد من تفتيت المسلمين إلى شيعة وسنة مثلا، وبدأ هذا الكلام. بدأ تتعمل أرضية شيعية، وبعد فترة من الفترات يبقى فيه مسجد يتضرب هنا ومسجد يتضرب هنا، بنفس اللي شفتيه حضرتك من في العراق، مش من العراق، من الإسكندرية. يعني قصدي سيناريو العراق. سيناريو العراق سيستمر يعني، وده بداية تنفيذ سيناريو العراق في مصر. ومن هنا أقول إن الوقوف أمام هذا الحادث للطم وللندب على أن ده أقباط ومسلمين، الحقيقة ده كلام ما ينفعش. والدواء الوحيد للأفعال اللي بتضل وقطع رأسها هو وقوف الشعب المصري صفا واحدا أمام هذا الوحش الذي سيلتهم الأقباط ويلتهم المسلمين معا. ماذا نفعل إذا تم المساس بالمادة الثانية؟ في هذه الحالة سنعلن عن الجهاد في سبيل. أولا ليست مطروحة للتغيير، والحديث فيها يثير الفتنة ويثير الفوضى. سبيل الله مباشرة إن شاء الله. نحن سمعنا ان في اخت محتجزه في قلب كنيسه، زي اللي بيحصل كالعاده يعني. الكنائس دلوقتي بقت عباره عن عصابات مافيا للاسف. اي واحده تسلم ارهاب الكنيسه برئاسه الكلب النجس شنوده، الكلمه دي لازم تطلع، واخد بالك؟ عملوا ارهاب. احنا رايحين عشان نحل، رايحين واخدين مجموعه من المشايخ وداخلين جوه قلب الكنيسه عشان نحل الاشكال. ولا اسيس اتحرك ولا حد اتحرك. واحد بقول له يا ابني احنا جايين نحل، يقول لي لا، حتى لو انتوا عايزين تحلوا احنا عايزينها تولع نار كده في وشي، واخد بالك؟ ده حدف على ده وده حدف على ده. هم معاهم نار، معاهم اسلحه. دايما بنقول الكنائس مليانه اسلحه، الكنائس مليانه اسلحه. مسلم يعني مسكين مع ازازه بيحدفها، انما النصراني مع نار. سامعيني كلكم مسلمين؟ واخدين بالكم؟ النصارى كلهم معاهم اسلحه واحنا مغفلين، احنا كمسلمين مغفلين. انتوا سامعيني؟ ضرب النار كله جاي من كلاب النصارى، جاي من ناحيه الكنيسه. المسلم يا عيني رايح بطوبه. ما نبقاش رجاله لو ما ولعنا الكنائس اللي في امبابه. صح. يحدث من قبل في تاريخ المسلمين أن المسلمين هدموا كنيسة، لا في الشرق ولا في الغرب. فهذا الأمر يبدو أنه يعني استغلت فيه مشاعر متأججة ونفخ فيه الأشرار وأهل الفتنة إلى أن وصل إلى هذه النتيجة التي لا يرضى عنها لا المسلمين ولا المسيحيين ولا أي ناس متحضرين.